السلام عليكم عزيزي المشجع ومرحبا بك في فيديو جديد ديال الجوله الخامسه من دوري ابطال اوروبا كتسالي. واليوم غادي نهضروا على ابرز الاحداث اللي وقعوا: تالق ديال اللاعبين المغاربه، التاهل ديال البارسا، مانشستر يونايتد اللي صعبوا الامور على راسهم، الريال اللي غير خساره معاهم في الشامبيونز ليغ. المهم غادي نهضروا على كل شيء، داكشي علاش كمل الفيديو حتى الاخر. مشينا ما فياش اللي يمشي، راه كنضحك معاك مشينا. وغادي نبداو بالماتشات ديال نهار الثلاث، وبالضبط الماتش ديال البارسا وبورتو، الماتش اللي كان خاص ضروري البارسا تربح والا غادي يدخلوا في ديك المرحله ديال الشك اللي فيها كيوقع المشاكل ديما بالنسبه للبارسا، خصوصا انهم جوج المواسم اللي فاتوا ما تاهلوش للدور الثاني ديال الشامبيونز ليغ وكيمشيو يلعبوا في ليالي الخميس البارده اللي هي اليوروبا ليغ. وهلا بالخميس تشافي في هذا الماتش دخل بالتشكيله المثاليه بطبيعه الحال، من غير انه التوظيف ديال كانسيلو ما خلاش ظهير ايمن ولكن خلاه ظهير ايسر وخلاه هو اللاعب متحرر الفريق. اراوخو كيبان على الورق على انه لاعب ظهير ايمن ولكن في الحقيقه كيبقى ديفونسور ثالث مع كوندي ومارتينيز، حيت كانسيلو كان واخد الحريه في الانطلاق من ديك الجهه، وخصوصا على انه فيليكس كيدخل العمق وكيخلي الجناح لكانسيلو. حنا كنعرفوا المهارات الكبيره ديال اللاعب كانسيلو وداك الشيء اللي كان قدم مباراه كبيره. البارسا ما بداوش الماتش مزيان، كانوا داخلين ما عارفين شنو كيديروا شنو واقع. تقريبا واحد 20 دقيقه ولا نص ساعه الاولى ما كاين حتى شي حاجه بالنسبه للبارسا، كنشوف غير كره كتنقز. بورتو قدروا انهم يسجلوا الهدف الاول، وهذه شي حاجه اللي ماشي جديده دابا، عادي ولاو كيسبقوا البيت عاد كينوضوا وما يحاولوا يربحوا. البارسا قدرات ان ترجع بهدف سريع من كانسيلو، هدف اللي كان واعر بزاف صراحه، هدف ديال المهاجمين الكبار ما تقولش عليه هدف ديال المدافع صراحه. قدم اداء واعر، كونترول الكره وتيرا والهدف الاول. الدوزيام ميطا البارسا كانوا مسيطرين على الماتش، حاولوا انهم يسجلوا الهدف الثاني وداك الشيء اللي جاهم بعد الثنائيه ديال كانسيلو وفيليكس اللي كانوا الصراحه خدامين في ديك الجهه، قدروا انهم يسجلوا الهدف الثاني وهدف انتصار بالنسبه للبارسا. ولكن البارسا ما قدماتش ماتش كبير صراحه، كانوا بعض اللاعبين اللي ما كانوش نهارهم، بحال مثلا غوندوغان اللي في هذا الماتش تقريبا هذا اسوء ماتش كنشوفوا لغوندوغان مع البارسا، ما قدمش داكشي اللي كان خاصو يدير، خصوصا بالتواجد ديال ديونغ، فكان خاصو يكون اكثر نشاط ويعاون الفريق باش انهم ينقلوا الكره من الوسط للهجوم، وهذا الشيء اللي ما شفناش. وحتى ليفاندوفسكي حتى هو اللي تقريبا ما شفناش شكل خطوره على المرمى ديال بورتو. حنا كنعرفوا لانه الدور ديال المهاجم هو يسجل الاهداف، وانا كنعرف على انه ليفاندوفسكي كيهبط يعاون في صناعه اللعب، ولكن كيبقى الدور الاساسي ديالو هو يسجل الاهداف. والمهم بالنسبه للبارسا هما انهم دازوا للدور الثاني، وهذه هي اهم حاجه كانت في هذا الماتش. دابا غيبقى عليهم الحسم ديال المركز الاول، ودابا غادي ندوزوا للمجموعه اللي ما فاهم فيها حتى شي واحد شي لعبه: دورتموند، باريس سان جيرمان، ميلان ونيوكاسل يونايتد. كانت لعبه سيدي باريس سان جيرمان مع نيوكاسل يونايتد، بطبيعه الحال كنا كنتوقعوا لانه باريس سان جيرمان غتربح الماتش، خاصه لانها لعبه في تيرانها وبين الجمهور ديالهم وعندهم العزيمه على انهم يجيبوا 3 بوان، خصوصا على انهم خسروا الماتش ديال الالي ب4-1، نتيجه كبيره اللي كانت نيوكاسل يونايتد. في الماتش باريس سان جيرمان كانوا مستحوذين على الكره، كيحاولوا انهم يخلقوا فرص. نيوكاسل يونايتد كانوا كيعتمدوا على الهجمات المرتده، ونيوكاسل يونايتد قدروا انهم يسجلوا الهدف، في حين انه باريس سان جيرمان اللي كانت كتحاول انها تماركي كره هي هذه تسجل عليهم الهدف. بقى السيناريو ديال الماتش تقريبا هو حتى لاخر الوقت ديال الماتش، كتجي ضربه جزاء لباريس سان جيرمان اللي في نظري انا كنشوفها على انها ماشي بيلانتي. اللاعب ضربات ليه الكره في كرشوعه قاصتو في يدو، القانون الجديد اللي كاين كيقول على انه الكره الا قاصت اللاعب في شي بلاصه اخرى عاد ضربات ليه في يدو فراه ما كتحسبش بيلانتي، وخاصه على انه المدافع ديال نيوكاسل يونايتد اللي شفنا في اللقطه فراه كيبان على انه ما شافش حتى الكره فين كاينه اصلا، وبالتالي ضربات ليه الكره في يدو تصفر بيلانتي. باريس سان جيرمان كيقدروا انهم يتعادلوا، نقطه اللي رجعتهم وعطاتهم امل كبير في انهم يتاهلوا. ولكن راه الماتش الجاي عندهم ماتش صعيب مع بروسيا دورتموند وخارج الملعب ديالهم، وبالتالي خاصهم يجيبوا 3 بوان من تما والا غادي يدخلوا في الحسابات ويجبدوا كالكولاتريس. دورتموند من الجهه الاخرى كتخلق المفاجاه الكبيره وكتربح الميلان التيران ديالها في سان سيرو. صراحه بروسيا دورتموند داروا خدمه نقيه في هذه المجموعه هذه، دقوا السكات ساكتين، ما عندهم لا صداع لا مشاكل لا والو، خدامين مع راسهم، في حين انه الفرق اللي كانت مرشحه على انها يتاهل هي الاولى ما دازت، ودازت دورتموند هي الاولى. فعندهم ماتش جاي مع باريس سان جيرمان اللي غادي يحاولوا انهم التعادل الكافي بالنسبه لهم باش انهم يدوزوا متصدرين المجموعه. دورتموند قدروا يربحوا الميلان ب3-1 في التيران ديالهم، طبيعه الحال راه ماشي صدفه، كانت خدمه من وراء هادشي، وكنظن بانهم يستاهلوا صراحه يدوزوا من الاولين. خدمه نقيه، قدروا انهم يجيريو المجموعه كيف ما خاصها تكون، لانه بحال هاد المجموعات خاص يكون عندك الذكاء ملي كيكونوا بعض الفراقي صعاب، فكتحتاج انك تكون ذكي في التعامل مع الماتشات ديالك وتقدر انك تجيري ماتش بماتش كما تنقولوا. فهاد الشيء اللي دارت بروسيا دورتموند وقدرت تاهل، وبالتالي شي حاجه منطقيه بالنسبه لي. ودابا
غادي ندوزو الماتشات ديال نهار الاربعاء اللي كان فيهم التالق ديال اللاعبين المغاربه. زياش ونصيري والصباري اللي سجلوا كاملين. زياش سجل جوج ديال الاهداف وعطى اسيست مع غالاطاسراي ضد مانشستر يونايتد، والنصيري لعب ضد بيس في ايندهوفن اللي كيلعب فيها الصباري وبجوجهم سجلوا نفس الماتش، ولكن ربحت بيس في ايندهوفن 3-2 بعد ما كانت سيفيا متقدمه بجوج الاهداف دون رد، وبالتالي رجعت بيس في ايندهوفن وربحت الماتش وسجل الصباري هدف زوين صراحه، انهاء كان رائع. وزياش كيدير ماتش كبير صراحه وربح جائزه افضل لاعب في الماتش من بعد التسجيل ديالو جوج ديال الاهداف من ركلات مباشره، عطى الاسيست ديال البيت الثالث اللي جابوا به التعادل ضد مانشستر يونايتد بعد ما كانت مانشستر يونايتد متقدمه بجوج 0. جا زياش في اخر الشوط الاول سجل الهدف ورجع غالاطاسراي الماتش، دخلوا الشوط الثاني ماركات مانشستر يونايتد. السؤال اللي ما بغاش يتفهم لي دابا راسي هو علاش تنهاك زربان في التغييرات مع ماركا الثالث، مع بدا كيدير لي شونجمون بحال زعما ضمن الماتش صافي سالينا ماركينا 3، رغم انه مانشستر يونايتد كانوا لاعبين مزيان، كانوا كيوصلوا بسهوله للمرمى ديال غالاطاسراي، يعني كان بامكانهم يزيدوا اهداف اخرى. فعلاش قررتي دير تغييرات وترجع اللور وتخلي الكره لغالاطاسراي وعارف انك خاصك ضروري تربح الماتش؟ زيد ماركي مادام قادر انك تماركي، وكانوا متحكمين في الريتم ديال الماتش. فمن وراها مني ماركاو الثالث ومن بعد التغييرات اللي دار تنهاك رجعات غالاطاسراي، وحنا كنعرفوا على انه التيران ديال غالاطاسراي صعيب بزاف، وخاصه الجمهور ديالهم اللي كيبقى ضاغط عليك المده ديال الماتش كامله ما كيسكتوش. وداكشي اللي وقع جا الهدف ديال التعادل من زياش عاوتاني ضربه خطا مباشره اللي ونانا ما عرفش يتعامل معها صراحه، واللي دار ماتش سيء، وهذه حاجه اللي متفقين عليها كاملين. وكنت عارف لانه غالاطاسراي غادي تجيب التعادل، وداكشي اللي وقع سجلوا الهدف ديال التعادل 3-3، وبالتالي مانشستر يونايتد كيحط راسو في واحد الموقف اللي صعيب، وخاصه على انه الماتش الجاي لاعبين مع البايرن ميونخ، وحنا عارفين البايرن ميونخ ملي كتكون باغي تاهل على ظهرها فما كنظنش، وبالتالي الحسم غيبقى في الجوله اللي جايه. كوبنهاغن لعبه مع غالاطاسراي، مانشستر يونايتد غادي يلعبوا مع البايرن، وغنشوفوا شكون غادي يتاهل. ودابا غادي نجيو عند ريال مدريد اللي كانوا قصارين صراحه في الماتش ديال نابولي، واحسن ماتش شفتو الريال مدريد هذا الموسم صراحه ضد نابولي. لعبوا كره مزيانه، لعبوا كره نقيه، شكلوا الخطوره على المرمى ديال نابولي، كانوا لاعبين كما تنقولوا بواحد الاستمتاع، كيستمتعوا بالماتش حيت اصلا كانوا مؤهلين، فكانوا كيستمتعوا بالماتش، كتحس باللعابه عاجبهم الحال، كيلعبوا كره نقيه. بيلينغهام كالعاده يا ساده ديما خدام ومكونيكتي مع الشبكه، التحركات ديالو حتى الحريه اللي عاطي انشيلوتي في التيران، كتحس على انه اللاعب كيستمتع وهو كيلعب. سير اخويا تيقول لها سير العب انت، دير داكشي اللي جات تعرف، كتلقاه جناح، كتلقاه ناف، كتلقاه في الميليو، كتلقاه في اليسار، في اليمين، سيد كيلعب كاع الاماكن تقريبا في الماتش. والهدف اللي سجل صراحه بعد الاسيست الرائع ديال الابا، سونطراج خرافي، وحتى الطلب ديال الكره وضربه راسيه لا تصد ولا ترد. قبل منها كان الهدف ديال رودريغو، اللي رودريغو هاد الايامات شفتو خدام، ما فهمتش بلانو كيفاش داير. قريت واحد الاحصائيه قال لك في 4 الماتشات ساهم في 10 البيوت، منها اهداف ولي زاسيست، فكنظن بانه ارقام رائعه، وكيعوض فينيسيوس احسن تعويض في ديك الجهه. ما فهمتش، رجع للجهه ديال اليسار اللي كيلعب فيها فينيسيوس ولا خدام مزيان. اهداف شفناه الماتش اللي فات ضد قاديش سجل جوج ديال الاهداف، وهذا الماتش هذا سجل هدف بنفس الطريقه، تسديده لا تصد ولا ترد. انا كنشوف على انه الاهداف ديال نابولي تمتد فيهم الريال في لحظه سهو، تماركا عليهم دوك جوج بيوتا، حيت كانت الريال هي اللي حاكمه الماتش كامل تقريبا. نابولي كانوا غير كيحاولوا انهم يديروا الماتش، ولكن كان عذرهم خاصه على انهم يلاه بدلوا المدرب باقي جديد، باقي يلاه كيتاقلم مع الفريق، كيحاول يجرب الخطط اللي غادي يليق ليه. فكنظن بانه نابولي حتى هما عندهم امكانيه انهم يدوزوا للدور الثاني، باقي لهم غير شويه يحسموا، تقريبا راه محسوم ولكن باقي ماشي رسمي. الماتش الجاي غادي يقدروا انهم يحسموا التاهل ديالهم. فريال مدريد كالعاده التاهل للدور الثاني فهو مضمون اداء ونتيجه، بعد دخل خوسيلو اللي ضيع قفه ديال البيوت. الجمهور ديال الريال ما بقى فاهم والو، بنادم قدام برا تيضيع، ولكن في الاخر قدر انه يماركي لهم بيت وقدم اعتذار للاعبين. ولكن كنرجع وكنقول لكم على انه بيلينغهام مشروع لاعب كبير جدا، وخصوصا على انه السن ديالو 20 سنه فقط وكيقدم داك الاداء. 16 ماتش سجل 15 هدف وعطى 4 ديال لي زاسيست، احصائيات اللي كبيره بزاف صراحه، وشي حاجه اللي ماشي سهله انه يقدمها لاعب في اول موسم ليه مع ريال مدريد. وغادي ندير لكم حلقه علاش بيلينغهام تالق مع ريال مدريد في الموسم الاول ديالو. وهذا ما كان عزيز المشجع، ما تنساش تقول لي شنو بان ليك، واش البارسا تقدر انها تمشي بعيد ولا لا، واش مانشستر يونايتد غيقدروا انهم يتاهلوا للدور الثاني ولا لا. خليو ديال الاراء ديالكم في لي كومونتير، ما تنساش دير لايك كومنت وشير الفيديو مع صحابك، بارطاجي معاهم حتى هما يتفرجوا. ولا عجبوكم بحال هاد الفيديوهات نبقاو نديروهم قولوا لي في لي كومونتير، وانا راه معاكم كالعاده. ما تنساوش معكم والبالون، ونتلاقاو في فيديو جديد.